بالأول يا يونس يا ضو، انا قعدت امبارح افكر في علاقتنا ولقيت مش هينفع نتجوز، استحالة هتقدر تنسى. انت قصدك يعني يوم ما كنت بايته في شقه الواد صلاح جارنا؟ يا ابو صلاح. ايوه. وانا يا ابني كلمتك لما عرفت ان نوال كانت بايته عندك في الشقه؟ الصراحه لا. ليه؟ عشان انا من نفسي جيت لك وقلت لك وكبرتك وما خليتكش تعرف من بره. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، وانا احترمت صراحتك. نوال بقى مكبره الموضوع. في ايه يا نونا؟ ما تعديها. ما تنسيش بقى بكره. ها انا هفكرها. ايه يا نونا؟ يا يونس مش قصدي استحالة هتقدر تنسى. يا دي النيلة، خلاص عرفت قصدك ايه. الو. ايوه يا اسماعيل، وانا يا ابني كلمتك لما عرفت ان نوال كانت قاعده معاك في الاتوبيس النهري؟ مش احنا اتصفينا بعدها ونزلنا اشترينا تيشيرتات عشان المصيف واتفقنا ان انت ونوال هتسبقوني وانا هحصلكوا؟ نوال يا سيدي مكبره الموضوع. طب يا اسماعيل هكلمك بعدين. خلاص بقى نونا عديها يا حبيبتي، الحب 40% منه مغفرة والباقي طناش. يا يونس استحالة هتقدر تنسى ان انت ابن عويس الضو وانا بنت الحاج أسامة فراويلة. انا بقى اساسا نفسي انسى ان ابن الضو في حد اسمه ضو، لكن انت بقى اوعي تنسي ان انت بنت أسامة فراويلة. بس ابويا الخان كله بيقول ان فلوس البوتيك حرام. انت قصدك يعني عشان بياخد الصابون العرض وبيبيعه بسعر تجاري؟ طب وايه يعني، ما كل الناس بتعمل كده والزبون راضي والدنيا بتمشي. ما هو بصراحة ابويا لو ما تبش استحالة نتجوز. وابوكي مش كل سنة بيسافر الغردقة وبيرجع يفهم الناس انه كان في الحج وكل عيد بيذبح ذبيحة ويوزع على الفقراء؟ انا اصلا لو ابوكي تاب مش هتجوزك، ده انا هتجوزك عشان ابقى دراع ابوكي اليمين ونجيب بضاعة رخيصة ونضرب لها تيكت ونبيعها على انها سيميه. انت يا يونس يا ضو ممكن تعمل كده؟ يا بنت انا كفاءة اعمل اكتر من كده. انا احول ال3 ب9 وشوية ثقة ابوكي فيا تزيد وابقى دراعه اليمين وامي بضيع على كمبيالة ببيع البوتيك واقعده بحصرته في البيت واجيب اخوك العبيط ده وامسكه ملحق الاهرام واخليه يقعد يلمع لي ازاز البوتيك من بره واسميه بطاطا الوريث.